السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام أينما كنتم ألف تحية، وتحية قلبية خاصة لرجال ونساء التعليم في المغرب. طبعا تنتمناكم تكونوا بألف خير وتمتعوا في هذه العطلة ديالكم الصيفية. طبعا كاين المتع اللي هي كراتيس، كاين المتع اللي هي كراتيس بلا فلوس الحمد لله. ولو ان رجال التعليم ساكن في نهاية المطاف تيعاني ولا ما عندهمش طريزيام ما عندهمش حويجات، ولكن اعتقد ان الاغلبيه راه تيبروفيتيو في البحر وفي الطبيعه وفي قراءه قصص وتيتمتعوا مع وليداتهم باش يدخلوا ان شاء الله فرحانين وباش يدخلوا المورال طالع. طبعا الاخوان، واحد الاستاذ هنا استغرب لما تتكون شي قضيه او شي ملف بحال هاد المنتجعات ديال الزفير تيبغي يعرف ديما رايي. ربما هو تيتصنت لهداك رشيد خريبيش، استاذ تنحتارمو وتنقدرو، تيبغي يعرف رايي انا، ولو انني هادشي ديال المنتجعات ديال الزفير تكلمت عليهم شحال. ولكن الغالبه استاذ تتبغي دابا تعرف رايي، ولكن انا علاش ما تتفاعلش معايا ملي تكلمت البارح على التعليم والتنميه وباقي ما كملناش هذا الموضوع، وقلنا بان التعليم في المخرجات ديالو الناس اللي عندهم شواهد واش نحن امام نجاح مجتمعي ام نجاح فردي؟ واش نحافظوا على القيم ديالنا في الغايات في لي فيناليتي ديال التعليم؟ هي انت خديتي ديبلوم، انت خدمتي ايوا تتحافظ على القيم ديالك اللي هي الدينيه والاجتماعيه الوطنيه، ام انك تبتز وتخون الامانه؟ ما جاوبتيناش. وتكلمي على ظاهره الهدر المدرسي، ما جاوبتيناش. على ضياع العنصر البشري ما تفاعلتيش معنا. المواضيع مهمه ما تفاعلتيش معنا فيها استاذ. واخا ماشي مشكل، ماشي مشكل، انا غنجاوبك، ماشي مشكل استاذ. بالنسبه لهاد المنتجعات ديال الزفير هي للمنخرطين في مؤسسه محمد السادس من الاعمال الاجتماعيه. كاينه في افران، كاينه في جديده، كاينه في اكادير، على اي. طبعا الناس ملي تيريزيرفيو في السيت ديما تيقولك اودي بلا بين باش تمشي عندهم، سيرتو في الصيف في العطل هنا تتكون بلان طريف. ولكن البلان طريف لما الاخوان الله يجازيكم بخير، راه الناس اللي غير مساهمين او غير منخرطين او الناس اللي لا علاقه لهم بالتعليم، ما هما اساتذه، ما هما متصرفين تربويين، ما هما مفتشين، ما بالنسبه للرجال تعرفوا راه كاين ريميز. اذا نورمالمون الاولويه لا بريوريتي لمن المنخرطين رجال التعليم تستحقوا بعد سنه من التعب وباش يجددوا النشاط ويجوا المؤسسه مع كلمات كلهم حيويه ونشاط وديناميه، ما تيستافدوش للاسف. هنا تتسائلوا اذا علاش هذا الاقتطاع اللي هو اوبليغاتوار خصو يكون اختياري مادام ما تنستافدوش؟ هذا السؤال. طبعا الاخوان السؤال الاخر اللي هو مشروع واللي انا بغيت نجاوب الاستاذ، يا اخي الاستاذ وانا غنمشي معاك بعيد، حاول تفهمني الله يجازيك بخير. انا راه انسان متواضع الطرف ديال رجليك. راه الا قريتي الجابري تكوين العقل العربي وبنيه العقل العربي والاخلاق والعقل السياسي والاخلاقي، راه غتعرف بانه نحن عرب، نحن مسلمين كعرب او كفرس، راه ديما العاطفه حاضره والفكر الخرافي حاضر. راه هذاك السيدي في الزفير اللي هو في الاداره راه ممكن يريزيرفي لخوه لختو شي واحد يجي من برا، راه عادي يا استاذ، عاد بوحدك تتفهم في المغرب، عاد بوحدك تتفهم. كاين الاخوان، كاين الزبونيه، كاين المحسوبيه، كاين واخا تيكونوا لي كوميسيون، غتصيفط كوميسيون غتجي غتعاين غتلقى الوراق بقادين، الله يجازيك بخير. عرفتي شي امور. وحتى
وهادشي ماشي غير في زفير، في المنتجعات ديال زفير، حتى في المؤسسات الاجتماعيه ديال التعليم بكل فروعها تلقى هاد الامور في ليكونوما، وحتى في المؤسسات الاخرى تلقى فيها مقهى او مطعم او قاعه حفلات تلقى الاخوان هاد. تكلم ما تقولش راه كاين، دير داك لي بريجيجمون بلا معطيات بلا ارقام بلا كما تنقولوا بلا بحث بلا مصادر. هذاك مصادر تقول المؤسسه مثلا، هاد المؤسسه مثلا راه فيها زبونيه وفيها محسوبيه وعندها فيها حسن التدبير وعندها، خصك مصادر، خصك ادله، خصك دي بروف. راه تقدر دابا تمشي لهاد المنتجعات تلقى داكشي في اوراق مزيان مقاد. يقدر هذاك اللي جا ماشي في التعليم ولكن بطاقه اخرى، مثلا سيبوزون جا واحد كاع في فرنسا من اسبانيا ما عرفت منين، لا علاقه له بالتعليم، عطاه خو عنده نفس ولا ولد عمو ولا نفس، ايوا هذاك تا هو تيدوز الامور تيميك تيسلك. هو الله يرضيك يا استاذ. راه يا اخي راه شوف، انا غنمشي معاك بعيد في واحد الطرح. يا ما نبشنا ويا ما هبشنا ويا ما نبشو ناس وهبشو ناس، التجاوزات والشبهات، ولكن فينالمون تبقى الامور كما هي. هذا هو اللي خطير، وهذا هو الانسان تيتعب من اجل والو، تعب من اجل لا شيء. تتشير الثغرات والهفوات والعقاف ولكن لا شيء يحصل على ارض الواقع. والغريب الاخوان انا استغرب والله العظيم الا استغرب، كاين ناس تيطرحوا عليك اسئله ويطرح اون فان كونت تلقاهم تيتعاطفوا هما تيطبعوا مع الفساد، هما مفسدين. شحال من واحد اتصل بي انا تيسولني ونقابيين وتا خويا من نقابي وقيادي وفاهم وعرفش تسولني انايا. باش تسول السي بومدي؟ السي بومدي ملي تيناقشكم مع قضايا تعليميه، من ناقشنا التنميه والتعليم والهضره المدرسيه والانقطاع على الدراسه والاكتظاظ المصالح في المديريات وفي الوزاره وفي الاكاديميه، هادشي ما تتفاعلوش معنا فيه الاخوان. راه هادشي كامل تتقول هاد الخبيرات راه لن تغير شيء. راه اللي تيغير هو لما ترفع من الوعي السياسي والجماعي ديال المواطن، ولما تطبق القانون، لا لوا سي لا لوا، الله يجازيكم بخير، ولما تربطوا المسؤوليه بالمحاسبه. هذا هو كما تنقول لو طرافاي نيسيسير، ولا هذا هو لو طرافاي اللي تيأدي بك انت كمجتمع للرقي، ترقى، تيكون واحد الترقي في الفكر، ترقي في الفكر. اليوم تترقى فكريا تيترقاو مجالات اخرين غير في المجال السياسي. وشو دابا شكون تيسير وتيدبر الشأن العام وحتى الشأن المحلي؟ الاخوان اللي بغينا نقولوا الله يجازيكم بخير، غير باش سمح لي طولت اليوم شوي. راه قلت هذاك النهار دار الفيديو، راه حنا في المغرب غاديين بدوبل فيتاس. راه قال الملك نصره الله كاين اوراش كبرى وكاين عمل حكومي متذبذب بطيء، وكاين مواطن امي يساهم في تكريس التخلف. الواقع هو هذا، كلنا تنساهم، كلنا ذاك الغول في ادارات، في مؤسسات تعليميه، في مراكز الصحه، في سبيطارات، في دي لابو، الواقع هو هذا الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.